ايوا السلام عليكم. راح نجاوب هذا الانسان المحترم على كل حال، بارك الله فيه. يعني انسان جا تكلم معايا بطريقه رائعه جدا ونورمال وفهم واش قلت له، ويعطيه الصحه على كل حال، بارك الله فيك. واش هي جات سبه به، جات سبه باش نتكلم على، باش نعاود نوضح لهذا الانصار اللي راهم يجوا بليزيور فوا يقول لي الا كش ما صرا في البطوله في اي جوله يجي يقول لي على ما تكلمتش على المولوديه، ولا ما تكلمتش على اسطيف، ولا ما تكلمتش على شلف ولا وهران ولا اكسيتيرا كاع. انا نقول لك حاجه، كانت عندي خطره برك العام اللي فات ولا العام اللي قبله، تكلمت خطره على، انا الناس كامل تعرف بلي انا مناصر فريق شباب القبائل والحمد لله وافتخر بذلك. كانوا جاو كنت تكلمت قلت باللي قلت باللي واحد المره قلت باللي مولوديه الجزائر من الله ما على بالي لا لعبت مع الثوره ولا مع قسنطينه، المهم تحقرت في هذاك الماتش. جيت كتبت زعما ودرت فيديو هكذا وقلت باللي مولوديه الجزائر وتحقرت والحكم كان ما كانش محايد دومنا وصارت طاطا. كلاوني في التعليقات قال لك كيفاه انت واش دخلك في المولوديه، وانت واش دخلك في الثوره، وانت واش دخلك في السياسي، انت يا اخي سيبورتر تاع جياسكا اهدر على جياسكا. هذه السبه الاولى اللي خلاتني باش ما نزيدش نهدر حتى على كلوب ابار شبيبه القبائل. هذه اول سبه، هذه باش نوضح لكم باش الانصار هذو ما يجوش خطره اخرى كيما نهدرش ولا كي ندير فيديو ولا باسكو راني من ذاك ندير لي فيديو ما يجوش يقولوا لي علاه ما هدرتش على الفريق تاعنا كي تحقر. ثانيا السبه الثانيه اللي خلاتني باش ما نزيدش نهدر على الفرق الاخرى حتى وتنذبح قاريا ولا محليا. الحاجه الثانيه، نهار اللي كانت شبيبه القبائل كل جوله تتعرض للظلم التحكيمي الكارثي، تتعرض للظلم من طرف انصار الفرق الاخرى، كان يصرى فيها العجب بالعجب من طرف التحكيم ولا من طرف الانصار تاع اي فريق وين تروح تلعب شبيبه القبائل. ولا احد فيكم في الانصار تاع الفرق هذو اللي راهم يجوا لعندي ويقولوا لي لا ما تكلمتش على كذا وتكلمتش على كذا، انا مناصر برك ماني حتى حاجه، يقولوا لي لا ما تكلمتش. نتوم في هذيك الفتره انا اللي كانت شبيبه القبائل تحقر، علاه واحد فيكم ما تجرأش ودار فيديو وتكلموا قال شبيبه القبائل تحقرت، وتكلموا قال عيب وعار واش راكم تديروا في فريق كيما شبيبه القبائل، وتكلموا قال عيب وعار عليكم انه هذا الفريق قامه كبيره في الجزائر نورمالمون تحافظوا عليها وتحترموها. الا ما احترمتوش الفريق في هذا في تلك المقابله احترموا التاريخ تاعو. واحد فيكم ما جاش تكلم، واحد فيكم ما جاش هضر، واحد فيكم ما جاش دافع على شبيبه القبائل. كيف راك حاسبني اليوم؟ اليوم انا مناصر تاع شبيبه القبائل نجي ندافع على فريقك على خاطر تحقر في سطيف ولا تحقر في باتنا ولا تحقر في خنشله ولا تحقر. انا ما نهدرش يا صديقي، انا مناصر شبيبه القبائل وسابقى مناصر لشبيبه القبائل حتى يرث الله الارض ومن عليها، حبيت ولا كرهت. وشبيبه القبائل الوحيده اللي ندافع عليها بلي فيديو ولا نتكلم عليها بلي فيديو ولا نتكلم على الاخطاء التحكيميه ولا نتكلم على اي شيء غير شبيبه القبائل في الاطار الرياضي وفي الروح الرياضيه. يا اخي انت درت تعليق باش نتكلم في هذه النقطه، بارك الله فيك وربي يجازيك ويعطيك الصحه باسكو انت انسان تبان باللي محترم وبارك الله فيك. جات برك سبه، ما تزعفش مني وتقول باللي على جالي ولا، جات برك سبه باش نزيد نعاود نوضح، خاطر علاه كاين بزاف تعليقات كتبوا لي هكذا ونحيتهم. جيت برك باش نزيد نوضح ونقول لهم باللي يا ناس انا مانيش هنا محامي باش ندافع على الفريق تاعكم. اللي حب يدافع على الفريق تاعو درت شحال من فيديو، اللي حب يدافع على الفريق تاعو يدير باج ولا يفتح حساب في تيك توك ويتكلم ويدافع على شبيبه القبائل ويدافع على الفريق تاعو كيما يحب هو، ما يستناش مناصر تاع شبيبه القبائل ولا مناصر تاع فريق اخر يتكلم عليه. وهذه يا خوتي ما تزعفوا مني ما والو، حنا نحبوا هذا الكلوب اللي راهو رايا وفي دال هذا الكلوب اللي راهو رايا، وانا ندافع غير على هذا الكلوب. وهذه هي خوتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمنعش.